يا مساء الفل عليكم يا حلوين، وحشتوني بالفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. انا ستار ودي قناتي بقى. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم الحلوه الجميله، وما تنسوش اللي مش اشترك في القناه يشترك في القناه، وما تنسونيش بقى بحاجاتكم الحلوه دي. النهارده بقى اقول لكم يا مساء الجمال، يا مساء الحلاوه، يا مساء الهدايا، يا مساء الناس الحلوه بتاعت الامارات، مساء الجمال على الناس الحلوه والناس الذوق. النهارده جات لي هديه، فانا حبيت اشاركها معاكم. انا فتحتها، ما كنتش هشاركها صراحه، فتحتها فقررت ايه بعد ما خدت اذن صاحبتها يعني ان انا هشاركها معاكم. هي وافقت، فانا يعني بعد ما فتحتها وكده هفرجكم معايا. بس انا حبيت اشكرها من خلال الفيديو ده. اول هديه تجيلي من متابعه ليا من هنا من الامارات، بس من اماره تانية. انا هنا عايشه في دبي، بس هي من اماره ابو ظبي. هي الست ام حصه، ام حصه حبيبه قلبي. يعني مفيش كرم وجود، ويعني على راسي من فوق، وشكرا جدا ليكي. انا مش عارفه اقول ايه ومش عارفه اشكرك ازاي، يعني على ذوقك وعلى كرمك، ويعني ربنا يعزك يا رب ويعز اهل الامارات. يعني مش عارفه اقول ايه. الف شكر. ده بدايه الفيديو ان انا حبيت اشكرك فيه، ويعني تسلم لي ذوقك وتسلمي لي، وكويس ان انتي فكرتي فيا اصلا. يعني حبيبتي ما تحرمش منك، وربنا يديمكم نعمه في حياتي، ودايما تكونوا على راسي من فوق يا حبايبي. النهارده بقى حبيت ايه اشارك معاكم الهديه الجميله، وانا مبسوطه جدا 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 منها. فهحاول كده ايه يعني كده يعني حبايب قلبي. يلا هنبدا بقى ايه افرجكم حاجه حاجه، ويعني هفرجكم ذوقها الجميل ورقتها. هي طبعا يعني هي معايا على الموبايل وكده، وخدت رايي في كام حاجه، وبتشوف انا بحب ايه وما بحبش ايه، بستعمل ايه، عشان ما تبعتش حاجه يعني ايه ملهاش لازمه، او ان انا ما يعني مش بستعملها وكده. فيعني تسلم لي، تسلم لي يا حبيبتي، ربنا يديمك في حياتي ويسلم لي ذوقك. يلا يا حبايبي احنا هنبدا مع بعض. انا مش عارفه ابداها منين. انا فتحت الكرتونه، هي الكرتونه جنبي هنا، بس انا مش عارفه ابدا منين بالظبط. بصوا انا عماله ببص للكاميرا، فمش تحسبوني اتحولت يعني، انا تمام اوكي. بصوا بقى، بصوا شايفين الجمال والحلاوه، شايفين الماتيريال بتاع الشنطه وذوقها ولونها يجنن يجنن يجنن. تسلمي لي يا حبيبتي ويسلم لي ذوقك يا رب. ده شكلها، يا رب تكون ظاهره بس كويس وباينه تمام. وطبعا يعني اعزكم الله ده الشوز، شايفين الجمال. بعتت لي ده برضو، انا برضو معاها على الموبايل، وهي يعني عارفه المقاس وعارفه يعني ايه. انا هطلع لكم بقى اللي يطلع في ايدي. انا يعني مش مظبطه، انا فتحت الكرتونه كلها وقصيت الحاجه، لان هي بعتها عن طريق شركه شحن او مرسول. هم كلموني وجابوا الحاجه لحد هنا الكرتونه. فيعني تسلمي لي يا رب. وبعتت لي دي عشان عارفاني طبعا في الشغل وبتحرك كتير، فهي بعتت لي دي. فيعني تسلمي لي حبيبه قلبي. ده بقيه الشوز تمام. افرجكم ايه، افرجكم الشنطه الثانيه. بصوا بعتت لي دي يا حبايب قلبي، هي شفافه كده، يعني تنفع لي كذا حاجه، ممكن البحر، ممكن لكام حاجه كده. هي يعني تسلم لي حبيبتي. ايه رايكم بقى؟ بصوا بقى احنا هندخل بقى ايه في التقيل. وبعتت لي دي عندنا اسمها توكا، انا مش عارفه اسمها ايه هنا، المشبك دي. بصوا بقى، وبعتت لي دي في حاجات انا شلت منها بقى، سامحوني. شايفين الجمال؟ شايفين ده بروش او دبوس بيتمسك بيه الحاجه. بصوا هي بعتت لي من اللي هي السيلفر دي. شايفين دي بدانا بقى في الاكسسوري والجمال. وشوف شايفين ذوقها، شايفين الجمال. تسلمي لي يا حبيبتي ما تحرمش منك. هي بعتت لي منها 2 تمام، بعتت لي منها 2. وبرده اللون الجولد هي بعتلي منها 2، بس انا مش عارفه الثانيه فين حاليا. هشوفها دلوقتي واوريها لكم. دي جولد، هي جايبه لي برده منها 2 تمام. في ايه تاني؟ وجايبه لي ده، السلسله دي جميله، شايفين سيلفر كده. طبعا هي شايله من عليها الاسعار، في حاجات هي مش شايله من عليها الاسعار نسيت بس يعني. وده الانسيال، شايفين الجمال. ده جولد والذوق والرقي، يعني مش عارفه اقول ايه. تسلمي لي يا حبيبتي ويسلم لي ذوقك. بصوا بقى الجمال،
انا كنت بتفرج على الحاجه انا بفتحها صراحه، ان انا فتحتها ما كنتش هشاركها معاكم، بس انا ايه لما استأذنتها قالت لي تمام اوكي مفيش اي حاجه. فتسلمي لي يا ام حصه، ما تحرمش منك وربنا يديمك في حياتي يا رب. بصي شايفين يا حبايبي دي، بصوا بقى الجمال، شايفين الرقه والجمال. دي اسوره بالخاتم بتاعها كده، وبعتلي منها برضو السيلفر. شايفين انا مش عارفه الاضاءه اخبارها ايه معاكم، بس شايفين جميله. وده زي مثلا دبوس للشعر او بنسة شعر كده الجمال ده. وفي ايه تاني؟ ودي الحلقان بقى، هي مش مظبوطه قوي بس ايه دي حلقان كده منها صغير وكبير. اهي التانية اللي انا قلت لكم عليها اهي، دي التانية من الاساور اللي هي الجولد. ودي برضو انا خدت منها انا اسفه طبعا، بس ايه انا استعملتها زي ما قلت لكم ان انا ما كنتش هصورها صراحه. في ايه تاني؟ وفي دي برضو صوره كده بالخاتم بتاعها، حاجات رقيقه وذوقها يجنن، وربنا يديمك في حياتي نعمه يا رب يا حبيبتي. تسلمي لي، وكفايه ان انت فكرتي فيا ويعني وتعبتي نفسك ونزلتي دورتي واخترتي هدايا، ده يعني بالدنيا وما فيها. ربنا يديمكم في حياتي نعمه، ويا ربي ربنا يحفظكم ليا. انا مبسوطه جدا جدا. انا اول مره يعني حد من متابعين القناه عندي على التيك توك وعندي على اليوتيوب، يعني اول مره حد يبعت لي هديه صراحه. بصوا بقى، هي عارفه ان انا اليومين دول تعبانه شويه ومرهقه كده، فعارفه ان انا كل حاجات اللي هو الفيتامين سي الاشراقه والحاجات دي بصوا عندي، بعتلي بقى منها كميات. وبعتلي ده طبعا يعني الحاجات دي احنا عارفينها كلها براندات وعارفين اسعارها، فربنا يبارك لك يا رب يا حبيبتي. وبعتت لي الكريم ده من اوليه تمام. بصوا بقى كل فيتامين سي كل حاجه بص. ودي عنايه بالقدم تمام، بيبي فود ده عشان القدم. وبرده بصوا بقول لكم بصوا كل فيتامين سي. وده من نيفيا سيرام للعين، ده انا مش عارفه الدنيا ايه، انا عايزه بحاول يعني ايه، ده السيرم عشان العين. بصوا كل فيتامين سي. انا بحاول بس اوريكم اللي بيطلع معايا عشان انا الكرتونه كلها اتقلبت على بعضها. وبعتلي ضوافر دي جمال، شايفين الجمال وشايفين الالوان وشايفين الذوق جنن. دي براندي طبعا، دي معروفه يعني ومعروف اسعارها، فربنا يعزها يا رب. وبعتت لي دي عشان الحواجب براندي. وبعتت لي ده ترطيب. وفي كمان الضوافر دي وبرده فيتامين سي. بصوا مجرد ان انا قلت لها كلمه بس كل ده فيتامين سي كل ده. او ده مقشر يومي ومنظف للوجه برضو. بصوا ده غسول، انا مش عارفه اقول لها ايه، وعلى كميه الحاجات وعلى تعبها انا مش قادره اتكلم ومش عارفه، ما عنديش كلمه شكر اقولها ليها، ما عنديش كلمه شكر تكفيها غير ان ربنا يديمك نعمه في حياتي يا رب. ودي هقول لكم ليه، دي للشعر. ساعات بيكون الشعر من هنا كده من قدام خفيف، فدي بتعمليه بيها يعني بتخفي الفراغات بتاعه الشعر، فهي مركزه في اقل التفاصيل. ودي برضو، ودي زيت، دي برضو بفيتامين اي للشعر. بصوا بقى
انا مش عارفه اعمل لها، مش عارفه اقول لها ايه. ده برضو ده ماسكات، ده ماسكات فيتامين سي. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا انا مش عارفه اقول لها ايه. دي من لوريال، مش عارفه انطقها. وده من نيفيا سيرم برضو. شايفين انتوا بقى، عرفوني. ده بصوا شايفين الجمال ده كمان. ديزاين ضوافر. وده من اوليه. ده الايه، ده كريم للعين من اوليه. ده اخر حاجه نزلتها الشركه تقريبا، عشان انا طبعا البراندات دي بجيب منها. واوليه برضو ده سيرم. شايفين الجمال ده. وده لوشن مبرد للبشره. ده في الاوقات الحر كده يعني بخ كده جميل تحفه. ضد الاكسده والفيتامين او بصوا ده. انا لسه مش عارفه زيت ايه، مش عارفه لسه، هعرف دلوقتي. تمام. وبعتيلي سيرم. ده سيرم للشعر. شايفين ده البراند بتاعته. تمام. وبعتيلي ده، وبعتيلي ده غسول يومي اشراقا. ده وده شايفين ده. انا اقلب لكم الناحيه التانية. شايفين ده البراند بتاعته. الاضاءه بس ايه. وده عشان العين من هنا كده. فيتامين برضو، فيتامين للعين سيرم. ده يا رب يكون ظاهر عندكم بس. تمام. وهنا برضو ده السيرم ده للشعر. وبعتالي ده برضو. انا مش عارفه اقول لك ايه، ومش عارفه اشكرك ازاي. وانا كنت بفتح الحاجه، لو كنتوا شفتوا كميه التغليف، هي مغلفه الحاجه كويس عشان توصل كويسه. يعني تعبانه على التغليف نفسه. انا مش عارفه ده الشركه اللي مغلفه، بس الشركه مش هتغلف قطعه قطعه، ممكن الشركه بتغلف الكرتونه. وبعتالي ده لسه هكتشف برضو، هعمل سيرش. وبصراحه دي الحاجات دي انا ما استعملتهاش. تمام. هنجيب ايه تاني؟ بصوا بقى ده ايه برضو. ده مقشر، ده مقشر بالارز، الارز العضوي. بصوا من نيفيا. تمام. بعتلي ايه تاني؟ وبعتلي ده برضو هنكتشف بتاع ايه، لو حد عارفه يقول لي في الكومنتات. لسه هنكتشف عشان ما عليهوش اي حاجه معلومه. بعتلي ده من نيفيا اللي عشان ازاله الميك اب. في ايه تاني؟ وبعتلي ده غسول جل منظف. بعتلي الغسول ده. شايفين؟ بصوا بقى، سامحوني انا قعدتلكوا على الارض، قعدت على الارض بقى، قلت مش بدعه. انا بصوا عماله بظهر لكم بالكرتون على قد ما بقدر، بس يعني انا مش بصراحه. بصوا بقى، وده بقيه الاكسسوري. بصوا انا بقول لكم في حاجات. ده حلق، شايفين الجمال. وده اساور كده. يا رب تكون ظاهره بس ركزوا في التفاصيل، جميله تحفه. تسلم لي ذوقك يا حبيبتي، تسلم لي تعبك يا رب. بصوا بقى، هي عرفت ان انا بستخدم دف، فتقريبا دف في حياتي كلها. هي بعتت النوع ده، قالت لي جربيه حلو. تمام. شايفين؟ بعتت النوع ده كله بقى شامبو وبلسم من دوف. شامبو وبلسم
ده بلسم، 2 بلسم، وده كمان بلسم، ده شامبو، وده بلسم. وبعت الدول بديل الزيت، ده كريم بديل الزيت، بعت الدول تقريبا في تاني، بعت الدول. وبعت ده برضو، ده اخر حاجه نزلت برضو بديل زيت. بصوا بقى، بعتت بقى كميه سانسوداين يعني مهوله. بصوا ده معجون سانسوداين، بعتالي كميه يعني انا مش عارفه اشكرها ازاي. دول 4 ولسه في تاني، بصوا ودول كمان 4 وواحد كمان. حبيبتي ما تحرمش منك يا رب ولا من ذوقك، يعني مش عارفه اقول لك ايه على تعبك. وبعتت لي ده بس انا لسه صراحه مش عارفه هو ليه، اللي عارف ليه يقول لي، انا لسه هعمل سيرش عليه او هسالها، هكلمها اسالها. بصوا بقى، بعتت لي دي عشان يعني هي عارفه ان انا تعبانه، عندي عقب رجلي من تحت بتتاثر شويه من الشوزات، فبعتت لي دي، قالت لي دي انا مجرباها، جربيها. ده بتتحط تحت مع الشوز كده، يعني عزكم الله، في الشوز من تحت، وبلبس الشوز عليها، فان هي مش بتوجع كعب رجلي. فيعني انا لسه مش جربتها، قالت لي جربيها هتعجبك قوي، فانا هجربها وارد عليها وان شاء الله تكون كويسه. بعتت لي دي عنايه القدم، دي تقشير القدم، دي ودي. وبعتت دول عشان الاولاد، او يعني ليا والاولاد، اللي هو في الشنطه دي من جوه. استنوا هوريها لكم، بسم الله. هي بعتت 3 منها، هوريها لكم من جوه بيكون فيها ايه. بصوا من جوه بيكون فيها معجون سنان، وبيكون فيها فرشه كده تتركب، بسم الله. بصوا فرشه كده بتتركب، وهنا سلاكه، سلاكات تانية هنا، دي ودي. تمام، عرفتوا محتوياتها ايه. فهي بعتها عشان خاطر الاولاد صراحه يعني، وليه قالت لي خفيفه حطيها في الشنطه معاكي لو انت مسافره في اي مكان يعني. فمش عارفه اقول لها ايه صراحه، انا مش عارفه اقول لها ايه. وبعتت لي دي، بعتت لي الكماشات دي او التوك دي، وبعتت لي دي كمان، بس انا واخده منها واحده. بعتت لي دي كمان، وده جل الصبار طبعا كلنا عارفينه، حلو قوي جميل. وبعتت لي السيرم ده عشان الشعر، فيتامين وبالاورجانيك وكده، ده بعتته لي عشان الشعر. وبعت البرفان ده، بعت ده، وبعت ده، شايفين؟ بعت البراندي والبراندي. وبعت الاتنين دول، دي ودي، بعتلي الاتنين دول البراندي. ودي اخر بقى حاجه معانا، بعتلي الفرشه دي، عارفين ان انا بحب النوع ده يعني، دي اخر فتره قربنا من بعض يعني وعرفنا بعض كويس. فانا مش عارفه اقول لها ايه صراحه، ومش عارفه اشكرها ازاي. ربنا يديمك نعمه في حياتي، ويديمك يا حبيبتي على راسي، وربنا يعزك وعز بلادك طبعا، الامارات، اهل الكرم واهل الخير. وطبعا ما حدش يقول لي تطبيل، ما اطبلش، انا ما اطبلش يعني، انا عارفاها وما كانش بيني وبينها اي حاجه غير ان احنا صحاب، تعرفنا على بعض وان احنا اصدقاء ومفيش اي حاجه. هي فجاه قالت لي عايزه ابعت لك هديه، قلت لها ما تتعبيش نفسك، يعني هي عارفه العنوان وعارفه كده. فهي لقيتها بتقول لي المرسول هيكون عندك، هيكلمك، وانا مدياله رقم التليفون وهيكون عندك. فدي اخر حاجه. طبعا البراند دي معروفه عشان الفرش وكده يعني.
ده عشان تساقط الشعر تقريبا، هي قالت لي كويسه استعمليها كويس. فيعني انا مش عارفه اقول لك ايه. شكرا 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 شكرا، ربنا يديم عزك ويديمك في حياتي يا رب، وتسلمي لي ويسلم لي تعبك. الف شكر يا حبيبتي، تسلمي لي.